بقول لك ايه، مش حاسس كده ان انت هفتان؟ النهارده انا اول مره اعمل معاكم المندي بقى. ما بتهزرش، نيمت الخروف قدامها على طول. مطبخ حضرموت عنتر هوريكم كل التفاصيل. ملناش دعوه، احنا صاحبي حته الجبنه والرغيف. النهارده معانا الشيف عادل بقى. يلا حبيبي بقى. ازيك يا شيف عادل، من حبايبنا في اليمن. هنسمي بالله اول حاجه وهنولع الفرن. هو ده اللي احنا هنعمله في الوصفه بس. لازم يكون جديان وله طريقه تشريح اهو زي ما انت شايفه. يلا يعني ما ينفعش ارانب؟ يلا نتبل. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ممكن اتبل عادي يا حبيبه التتبيله بتتملح كده اهي، كل التتبيله ايه جوه اللحم، ده انا مستعد اعمل له مساج وجاكوزي كمان، بس الخروف يجي جوه الفتحات دي عشان اللحم يتبل معاكي حلو. وهذا اللحم الحضرمي بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. يا ريت حد من اليمن يا جماعه ايه يعني يعزمنا عنده في اي فرح. بارك الرحمن بسم الله الرحمن. هنقفل الشبكه. ايه ده، هو كده ما استواش؟ ده انا لو قدامي كان زماني دلوقتي داخل على الكتف. دلوقتي هنعمل الرز بقى. يلا يا عسل. استنى انت حبيبي، ده انت كنت بتضحكي علينا طول الفتره اللي فاتت. الراجل جه جاب خروف في ساعتها. ثواني يا شيف بعد اذنك، انتوا هتعملوا رز في البانيو ده؟ ودي بصل يا حبيبي عشان معانا 20 كيلو رز بس. 20 كيلو رز؟ ده انتوا عاملين حسابي بقى. بسم الله. ننزل بالقرفه بقى. بحبها له الرز بقى. اجيب المايو بتاعي بقى. ننزل بورق الغار ننزل بالفلفل الحراق بقى. والفلفل الرومي. ما شاء الله، ده الحبايب كلهم في الطشت. نقلب كل المكونات في بعضها. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كنت بتغدى بشوال ساعات. هنغسل الرز بقى يا حبيبي. يجي بس الجدي كده ولا الخروف وانا شطفه. يا حبيبي ازاي الرز بيتغسل؟ لازم يتفرك كذا مره عشان ينضف. وبافخم وارقى الشامبوهات كمان، بس الخروف يجي. غير المية تاني دي يا حبيبه. يلا دي غسله كمان يا حبيبه. بص يا حبيبه. لا ركزي يا حبيبي عشان يديك الدرجه النهائيه. هننزل العب بالاطاره الناعمه اهي. بالعطاره الناعمه. ماشي نجيب. بسم الله. اديهم تقليبه مع بعض. هننزل ب 20 كيلو رز. انتوا بتكب 20 كيلو رز كده عادي؟ ده احنا لو في موقف زي ده المفروض يعني نوثق ونحتفل بحاجه زي دي، نعزم الناس. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله بسم الله. شيف شاف الشويه اللي بقوا في القعر دول، والله دول احنا بنطبخهم. يعني ليه 20 كيلو يا شيف؟ يلا هننزل الفرن دلوقتي والساعتين. يا سلام، الواحد نفسه ينزل يعوم في الحلويات دي. يا حبيبه صل على النبي. بسم الله. دي احنا ننزل بس سيبها بقى على وضعها كده، والاحفاد ان شاء الله لما يحفروا يلاقوها تبقى هي دي الاثار اللي جايه. بالحزمه. نكتم الفرن خلاص. خلصنا ونزلنا. ايوه سيبيه يا حبيبي، بس بصراحه يا لهوي، يعني بدل ما كان يحفر يطلع حته ذهب، يحفر يطلع صينيه رز. ده ايه الجيل ده؟ هنشوفكم بعد 3 ساعات. اتفضل يا باشا عبيلي. تسلم ايدك يا شيخ. تسلم ايدك يا شيف. الشاي زي الفل، شويه شاي في الميزو، سكر بره، عسل. ما انا حضرموت ليه؟ مش عارفه. مش عارف اسمها يا حبيبي، عمال اقول لك ذاكري ذاكري. صح، سموها ليه يا شيف؟ عشان حضرموت دي محافظه من محافظات اليمن. ان شاء الله ربنا يكرمني وامسك محافظ هناك. بسم الله. ان شاء الله طبخه زرعت. رايك يا حبيبه؟ زي العسل. لا يا شيف، ما اتفقناش على كده، وانت هتوريني الرز بس، وريني بقى الحاجات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. هجيب طبق ولا حله من الاخر؟ والله في مطاعم تاكل عندهم اللحمه تحس ان انت عايز واحد يعض من هنا والتاني يعض من الناحيه التانيه وتشدوا عشان تعرفوا تاكلوا. كده عملنا لكم احلى مندي في مصر. كده لازم يبقى حتتين جبنه مع الرغيف، مش هينفع حته بس بعد اللي الواحد شافه.